قطر لعبت قدام هولندا النهارده. بس اكتر حاجه عجبتني يعني النهارده، او مش عجبتني، يعني كلام المدرب بتاعهم بيقول لك ايه اللي اسمه حاجه تشيز ده وجبنه تشيز ده ولا اسمه ايه ده، اللي هو راضي على اداء المنتخب بتاعه، اللي هو ازاي اللي مفيش ولا مباراه كسبوها، وثلاث مباريات ما جابوش غير جون واحد بس. يعني ابهرني، قول لي انت راضي ازاي؟ قال قصدك اقول لك واخد عشان كده راضي يعني. 2 مليون جنيه تصدق 2 مليون من برك، تخيل واحد دماغه تلف كده برك. في تأهيل كاس العالم ده ما كانش يرضي ربنا، بتاعت حاجات الليزر والكلام دوت، وكمان كان بيشتموا اللعيبه هم رايحين الاستاد، برضه ما كانش اداء كويس من شعب زي السنغال. بس المهم خلينا في خبر مهم، السنغال تأهلت دور 16 النهارده. حتى لو كانت مصر كانت دخلت برضه كاس العالم كنا عارفين ان كانت هتخسر. ليه كده يا مصر؟ من غير السنغال عملته والكلام ده خالص، بس كانت برضه مصر هتخسر. ياه، لما يبقى الموت ساعات طعمه أحلى من الحياة. ياه، شايف؟ ياه حياة. مش هتقدر تقف قدام انجلترا، امريكا، ولا اي دوله من الدول المتقدمه دول. بس يعني لو كنا دخلنا يعني كان احساسنا داخلي يعني هنحس ان مصر عملت حاجه، وان شاء الله ربنا يوفق مصر في الدور الجايه. تسريب بيانات ومعلومات الواتس النهارده. دول عالم زباله، نعمل زيهم؟ ده اقل ادب يا بوب، بنسكت له؟ اقل ادب وياخد الجزمه على دماغه، بس احنا برضه متربيين. الخبر ده بقى ترند على النت النهارده. ليه؟ يعني احنا نقول شركه ميتا او شركه الواتس بتعمل كده ليه؟ هجيب لك المنيو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس يا امك، خلص ياض. هو تبرير الشركه الكلام ده بيقول لك عشان ممكن يسترجع بالبيانات ديت، تحتفظ بيها الشركه عشان نعرف نسترجعها في اي وقت البيانات بتاعتنا. يعني الحكايه ديت الواتس بتعملها عشان احنا نستفاد معلومات ديت. بس الحكايه دي احنا ممكن تقول مثلا تحصل مثلا في الواتس الجولد طبيعي، بس في الواتس العادي مش متعودين من شركه كبيره تعمل حاجه زي ديت يعني. اغلب الناس النهارده اتجهوا لبيع الذهب، نسبه كبيره جدا من الصاغه قالوا اغلب المواطنين رايحين يبيعوا الذهب النهارده. يعني شكل الناس عرفت من اخطائها، بدل ما يعينوا فلوسهم فلوس سايله في البيت ولا دولار، لا بيعينوها ذهب. نو دولار، ايجيبشن ماني. تشكر. جت خبر النهارده من المواني احتجزوا 2 مليون و700 الف طن من الاعلاف بسبب نقص الدولار. بنقفش في الفراخ، اصل احنا لا مؤاخذه انا كنت معايا قفص فراخ، فالقفص وقع، طارت الفراخ طرنا جاب. يعني نتوقع في خلال اليومين الجايين دول ان الدولار طب لما يصحى قولوا اردكان عدى عليك وساب له. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. نتوقع في خلال اليومين الجايين دول ان الفراخ والبيض هيسافروا. اتفضل روح له بقى يا اختي. الله كده بنت الناس، يعني عاجبك كده؟ اديك انت طيرت الفراخ، يلا ربة الخبطه في نافوخ.